السلام عليكم شباب. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. في هذا الفيديو كما وعدناكم، كما سوينا توقعات ربع النهائي دوري ابطال ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، الان راح نسوي لكم توقعات المتأهلين من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، الاربعة الكبار المتأهلين من كل هذول، من ارسنال وبايرن واتليتيكو وبوروسيا ومانشستر سيتي وريال مدريد وباريس وكذلك برشلونة. كل هذه الفرق العالمية سنتوقع من سيتأهل من الذي. قبل بداية الفيديو تصوروا بضعك واشترك بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ولا تسقوا. الرحمن الرحيم يا شباب، نبتدئ في أول مواجهة من ربع النهائي، هي مباراة واجهة أرسنال أمام بايرن ميونخ المدفعجي أمام البافاري بايرن. مبدئيا يا شباب، يعني آخر مواجهة لهم كانت في سنة 2016 تقريبا، انتهت 10 يعني لا بدون ولف ولا دوران. أتوقع هو المتأهل هو بايرن ميونخ بدون لف ولا دوران ولا أي شيء، يعني المباراة سهلة الصراحة يعني. وكذلك يعني أول شيء يعني بايرن في مرة يكون خرافي، مرة يكون سيء، مرة يكون خرافي، مرة يكون سيء. كذلك أرسنال مرة يكون خرافي، مرة يكون سيء. لا أعرف من سيتأهل، لكن صراحة الكفة ستذهب لنادي بايرن. نبتدئ من المواجهة الثانية، مواجهة أتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند. صراحة هذه هي أسهل مواجهة يعني الصراحة، بدون لف ودوران. هذه أسهل مواجهة تقريبا. راح يكون متأهل راح يكون أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي. الصراحة يعني مواجهة راح تكون سهلة جدا بدون لف ولا دوران ولا نكسر فيها. نذهب إلى المواجهة الخرافية، مواجهة بي اس جي ضد برشلونة البروغرانا، ضد نادي النقود كيليان مبابي ضد ليفاندوسكي. هذه المباراة الصراحة يعني الكفة تقريبا تذهب لنادي باريس بنسبة 55%. كفة تذهب لنادي باريس بنسبة 55% و45% لنادي برشلونة. كنا نتوقع 100% يعني بي اس جي وراح يتأهل يعني الصراحة. راح يجلدهم مبابي، راح يجلدهم جلد مبارح. قبل ما يجي الريال راح يجلدهم. نذهب إلى أقوى مواجهة. هذه المواجهة الصراحة يا شباب أقولها لكم من الآن، المتأهل من ذي المواجهة المتأهل منها راح يأخذ البطولة من بدون لف ولا دوران ولا شيء. مباراة ريال مدريد مانشستر سيتي، المتأهل منها راح يأخذ البطولة. شفناها في عام 2022 تأهل ريال أمام مانشستر سيتي، تعرف ما حاجة، فاز ريال بدوري الأبطال. العام الماضي تأهل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد ب4-0، فاز بدوري الأبطال. اليوم من المواجهة يعني اللي يتأهل بدون لف ودوران يعني راح يقابل تقريبا يا شباب. شوفوا إذا تأهل مثلا مانشستر سيتي راح يقابل بايرن، مستحيل أنه يفوز بايرن على السيتي، يعني راح يتأهل السيتي وممكن في النهاية يقابل باريس يعني بدون لف ودوران. أتوقع الريال مدريد هي اللي راح تتأهل يعني بدون ولا تحيز ولا أي شيء. يعني الريال يقدم أداء خرافي خاصة في وجود بيلينغهام الأسطورة العالمية يعني، لكن خائف من السيتي، خائف خاصة الإياب راح يكون في ملعب الاتحاد والذهاب. يعني إن لم يستغل ركزوا على هذه النقطة، إن لم يستغل الذهاب ريال مدريد الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو راح فيها خلاص. إن لم يستغل الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو صراحة راح فيها يعني مستحيل. إن كانت النتيجة تحت طبعا 1-0 أو التعادل راح فيها الريال خلاص، مستحيل أنه يفوز من ملعب الاتحاد استاديوم، ملعب خرافي. هي كانت المتأهلين من ذي المواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. المتأهلين الأربعة الكبار من ذي المواجهة راح يتأهل بايرن، من ذي المواجهة راح يتأهل أتلتيكو، من ذي المواجهة راح يتأهل ميرينغ ريال مدريد، من ذي المواجهة راح يتأهل بي اس جي إلى نصف النهائي. وموعدنا يا شباب يعني لا تنسونا باللايك والاشتراك. موعدنا بعد نهاية البطولة، كل بطولة راح تنتهي يعني، ونشوف إذا كانت توقعاتنا صحيحة من دور المجموعات إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وإلى اللقاء في مقطع آخر إن شاء الله.